اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل اللفت الجميل ده اللي انا وريته لكم برضو في فيديو المشتريات اللي انا كنت شارياه من السوق. شارياه زي ما هو كده، يا دوب انا غسلته وشلت لو عرق دبلان لو حاجة، يا دوب غسلته على طول هو جاي لي بالطريقة دي. هي واحدة زي ما انا قلت لكم في الفيديو بتاع المشتريات بشتريه منها بنفس الطريقة، هي الوحيدة في السوق اللي بتبقى بتبيعه منضفاه وجميل كده. طول ما هي قاعدة بيه انا ما بشتريش الا اللفت منها، لاني بجيبه متنضف كده وحلو وسعره حلو. خدت ال4 كيلو ب10 جنيه، يدوب انا بحطه في حلة وفيه شوية مية وبغسله على طول زي ما انتم شايفين بيبقى نضيف، لان هي منضفاه من الطينة ومخليه حلو قوي. يدوب انا بغسله تحت الحنفية وبنقعه شوية في مية واغسله تحت الحنفية، فبيبقى جميل جدا جدا مفهوش اي طين ولا اي حاجة. هوريكي دلوقتي تقطيعتين اتنين لللفت، بس يلا قبل ما نشوف لايك وشير وسبسكرايب لأكلات في مطبخك. ولو انتي اول مرة وتشرفيني وتشوفي القناة ما تنسيش تضغطي على زر اشتراك عشان يوصلك كل جديد. بوريكي اللفت من قلبه، شفتي جميل وناعم وابيض وجميل ازاي. اللفتاية بتبان، نقي اللفتاية الحمراء اللي بتبقى حلوة كده بتبان، ما بتبقاش شيخة تيجي تتكي عليها، ما تبقاش محجرة، تبقى جميلة ولذيذة زي ما انت شايفاها كده. هنبتدي نقطع تقطيعتين اتنين لللفت. احنا بنعمل العروق كمان ما بنرميهاش لان بيبقى طعمها حلو، فببتدي ان انا اقطعه مكعبات كده او مربعات صغيرة زي ما انت شايفة. دي طريقة، وهرجع اوريكي طريقة برضو تانية احلى. دي للي ما عندهمش التقطيعة اللي انا بوريها لك دلوقتي، دي للي ما عندهمش السكينة اللي هي المشرشرة بتاعة الجزر وبتاعة اللفت. فالطريقة دي طريقة منهم اهي، انا حبيت ان انا اوريها لك برضو عشان تشوفيها عاملة ازاي. فببتدي ان انا اقطعه مربعات كده. اللفت مالي السوق اليومين دول، هاتي وخللي، بلاش تشتري المخللات الجاهزة، بصراحة مش ضامنينها ومش ضامنين مصدرها ولا نظافتها. وطبعا زي ما انتي عارفة احنا بنحافظ بقدر الامكان عشان الامراض والحاجات المنتشرة. هبتدي بقى اجيب القرمة وهوريكي دلوقتي هنقطع ازاي اللفت بتاعنا بطريقة تانية. جبنا القرم اهو، ودي السكينة بتاعتي اللي هي المشرشرة اللي بتاعة الجزر واللفت اهي زي ما انت شايفة كده، في منها بيد وفي منها زي ما انت شايفة كده. هوريكي دلوقتي هنعمل ايه. هنشيل بس العروق دي كده ونقطعها على اتنين، وهبتدي ان انا اوريكي دلوقتي هنقطع اللفتاية ازاي اهي. بصوا بتبقى عاملة ازاي، مشرشرة وجميلة جدا زي ما بتجيبيه من بره من المحلات بالظبط اهي. هي حامية وحلوة قوي معايا، فانا بستخدمها وبقطع بيها لما اكون هخلل الجزر او اللفت وعايزاه زي بره مشرشر، فببتدي ان انا اقطع بيها بالطريقة دي. بصوا بصوا جميلة وحلوة ازاي اهي. هنبتدي بقى نقطع اللفت واحدة واحدة كده زي ما بقولك بقى. ودلوقتي القرنبيط، وهنجيب ان شاء الله قرنبيط وهنخلله برضو مع بعض. دلوقتي نزل تشكيلة من المخللات جميلة جدا في السوق. بصوا بصوا المنظر تحفة بجد. زي ما بقولك نزل حاجات كتير من المخللات اللي انتي تعمليها في البيت في السوق زي الكرنب. بتجيبي الكرنبة الجامدة الناشفة وتخلليها، بتجيبي اللفت، بتجيبي القرنبيط. يعني دلوقتي حاجات كتيرة جدا من المخللات نزلت تقدري ان انتي تعمليها. الخيار غالي شوية، بلاش خيار دلوقتي. فعندنا لفت وعندنا زي ما قلت لك قرنبيط وكرنب، كل ده هتجيبيه وتخلليه جميل جدا. والجزر طلع اهوت، فممكن نبقى نعمل برطمان مشكل. عايزين نبقى نعمل في مرة كده نجيب لفت ونجيب قرنبيط ونجيب جزر ونعمل مخلل مشكل ان شاء الله في برطمان كده. انا طبعا عندي البرطمانات كلها مشغولة، فالنهاردة هحطه في برطمان كبير. احنا عايزين البرطمان الكبير ده بعد ما اللفت ده يخلص او قبل ما يخلص ان شاء الله هحاول اجيب تاني شوية من اللفت وجزر وقرنبيط ونحطهم على بعض كلهم، ويبقى عندنا احلى مخلل مشكل ان شاء الله. لاننا كلنا بنحبه يبقى موجود في البيت. ولو لقيت جزر لو لقيت خيار
فلاحي مع حد نبقى نجيب برضو نص كيلو كده ولا كيلو نحطه مع المخلل المشكل، برضو هيبقى جميل جدا ويديله طعم حلو قوي قوي قوي. فهنحاول ان شاء الله ان انا اشوف الموضوع ده قريب، ان احنا نعمل تشكيلة من المخللات. بجد انا ما بصدق ان الحاجات دي تنزل في السوق وابتدي بقى ان انا اجيب واخلل. انا عندي ليمون متخلل وشطة، وعندي زيتون طبعا اللي كنا عاملينه مع بعض، خايفة افتح عليه والله لا يخلص قبل رمضان، فسايباه مش راضية افتح عليه زي ما احنا عملناه مع بعض. وزي ما شفنا الحدق بتاعه بعده ب10 ايام، بعد ما عملناه ب10 ايام من ساعة ما فتحته معاكم ما فتحتوش تاني. والاولاد يقولوا لي ومش عارف ايه نفتح عليه، وانا اللي خايفة افتح عليه قبل رمضان عشان ما بحبش اشتري مخللات من بره. قطعناه بالطريقة الجميلة دي. بصوا بصوا المنظر تحفة وحلو ازاي اهو. هنكمل بقى تقطيعه برضو بنفس الطريقة، وهنشوف دلوقتي انا شلت بقى ايه العروق الخضراء كلها قطعتها، وابتديت ان انا اقطعه واحدة واحدة كده بالشكل اللي انت شايفاه. بصي منظره رائع ازاي. فزي ما قلتلك بقى ايه، هاتي وخللي، هاتي الحاجة اللي موجودة في السوق وخلليها، ما تحاوليش ان انت تشتري من بره، ومهما كان تكلفتها او كده مش هتبقى زي بره. بره المخللات بتبقى غالية جدا، وطبعا مش بنبقى ضامنين برضو نظافتها ولا جودتها عاملة ازاي. انتي هنا بتجيبي الحاجة وتغسليها مرة واتنين وتنضفيها وتبقي ضامنة النظافة بتاعتها عاملة ازاي. خلصنا كده تخريط اللفت كله زي ما انت شايفاه بنفس الطريقة. انا قسمته بقى على طبقين علشان ما خدش معايا الطبق الواحد لانهم 4 كيلو من اللفت، فما اخدش معايا، ما الطبق ما اخدش معايا الواحد. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي هو الفلفل الاحمر. ما عندكيش وانتي بتشتري اللفت، هي كتيرة دلوقتي في السوق، هاتي وفرمي. وهسيبلك ان شاء الله اللينك بتاع هريسة الشطة في صندوق الوصف، اللي هو السهم الصغير اللي جنب العنوان. هتضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف، هتلاقي فيه طريقة هريسة الشطة جميلة جدا، ما بستغناش عنها طول السنة لانها بتنفعني في كل المخللات اللي عندي. هريسة الشطة الاولانية اللي انا حطيتها دي الباردة، جبت البرطمان ده اللي هو هريسة الشطة اللي هي الحامية، برضو احنا كنا عاملين الاتنين مع بعض. فلو بتحبي المخلل حراق حطي من هريسة الشطة الحراقة، لو بتحبي مش حراق حطي من هريسة الشطة اللي مش حراقة. وهتبتدي انا بحط ميكس من الحراقة واللي مش حراقة، وهنحط حوالي 4 معالق كبار من الملح، 4 معالق كبار من بتاعة الاكل من الملح. وتبتدي تقلبي هريسة الشطة دي مع الملح عشان نغلف بيهم اللفت بتاعنا، ونسيبه حوالي ساعتين اتنين نركنه ينزل ميته ويبقى جميل جدا جدا معانا. هنشوف دلوقتي وهنشوف هنعمله ازاي بعد ما نقلب هريسة الشطة مع الملح، ونشوف هنعملها ازاي في اللفت. احلى مخلل اللفت هتاكليه معايا هنا في القناة، بجد تحفة اهو. بصي بنقلبها وبنقوم قسمينها اتنين، نحط جزء هنا على الطبق ده ونحط جزء على الطبق التاني اهو. وبنبتدي بقى نقلبه في اللفت بتاعنا، نغلف اللفت كله بيه. وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. هنمشي المعلقة كده فيه، وبعد كده هنبتدي نحرك الطبق علشان كل اللفت يتشرب معانا من الملح وهريسة الشطة دي. هريسة الشطة دي يا جماعة لازم تبقى عندك في التلاجة، لان لا غنى عنها بجد، على محشي بنحطها على مخللات لا غنى عنها. قلبنا كله اهو الطبقين الاتنين بنفس الطريقة كده، غلفنا الشطة هريسة الشطة بالملح بيهم. هنركنهم بقى حوالي ساعتين، وبعد ساعتين هنيجي نبص عليهم اهو. انا بقول لكم ان احنا هنركنهم ساعتين، غمضي عينك وفتحي، هنرجع لهم دلوقتي تاني. بعد الساعتين ما عدوا هتلاقيهم دبلوا كده شوية اهم، ونزلوا المية بتاعتهم دي. بصوا المية حمرا ازاي، ده من هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. فدلوقتي هنبتدي بقى نجيب البرطمان. زي ما قلتلك انا البرطمانات اللي عندي خلصانه مخلله فيها، فما عنديش الا البرطمان الكبير ده. بدل ما احطه اللفت في برطمانات صغننه ازاز، قلت لا ايه هحطهم مره واحده وخلاص.
في البرطمان ده. فهبتدي ان انا افضيهم دلوقتي في البرطمان بتاعنا ده، هو هيجي حوالي نصهم كده، نص البرطمان او 3/4. هنبتدي بقى نفضيهم كلهم دلوقتي، وهوريكي بعد ما نفضي كله. فضيناهم هم زي ما قلتلك، جه 3/4 اهو. كان عايز حوالي 2 كيلو كمان، وكان البرطمان هيتملي، بس خلاص مش مشكلة. نفس بقى الطبق اللي كان فيه اللفت هنحط فيه المية، ده 1.25 لتر من المية. انا عندي الدورق ده مرقم، فده 1.25 لتر من المية. يعني قد ايه 1.25 لتر ده؟ ما عندناش مثلا شفاشق مرقمة زي ما هو عندك. قد ايه 1.25 لتر ده يا نسمة؟ ال1.25 لتر ده يعني 5 مجات من بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت. المج بودن اللي موجود في كل بيت ده 5 مجات منه اهم. بصوا انا بعمل الحله، بحط فيها شويه ميه من اللي كانوا في الدورق، وبنزل بيهم، لان طبعا ده مكان هرسة الشطه. هنبتدي نقلب الميه دي في الطبق ده عشان ينزل كل هريسة الشطه اللي فيه، او كل الفلفل الاحمر اللي فيه. بس هنحط دلوقتي 3 معالق كبار من الملح. 3 معالق كبار من بتوع الاكل من الملح على ال5 كوبايات ميه دول، اللي هو 1.25 لتر. حطينا 3 معالق كبار من الملح. انا كده كده بحط الملح ده، وبعد يومين بفتح عليه واشوف الحدق بتاعه. لقيته مظبوط خلاص ماشي، لقيته عايز ملح بضيفله شوية من الملح. وادي الخل بتاعنا، بضيفله حوالي نص كوباية من الخل، وببتدي ان انا اقلب المية بالملح، وننزل هريسة الشطة اللي في الجناب عشان المية تبقى حمرة معانا. ونشوفها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. هننزل اللي في الجناب ده دلوقتي عشان المية تحمر معانا. لو انتي عايزة تحطي معلقة من هريسة الشطة كمان براحتك، ممكن تحطي لو انتي عايزة تزودي الحمار بتاع المية. بصراحة انا ما بعملوش ببنجر. اللي عايز يحط بنجر يحط عادي، هتحطيه في شوية مية على النار يغلي بيهم، وبعد ما يغلي هتسيبيه يبرد، والمية هتبقى اتلونت احمر، تحطيها على اللفت. ده طريقة البنجر لو انت عايزة تعمليه بالبنجر. لكن لو حطيتي البنجر اخضر كده هتلاقيه يبقى معاكي في المخللات وما يبقاش حلو. لكن عايزة البنجر يبقى حلو ويديكي اللون التمام من غير بقع، هتحطيه في مية تغلي على النار. المية اللي انت هتزودي بيها دي مثلا 1.25 لتر ده، هتحطي فيه واحدة بنجر او 2، وتسيبيهم يغلوا غلوتين، وتطفي عليهم. لما يبردوا تحطي الملح وتزودي الاضافات اللي احنا عملناها دي. انا دلوقتي قلبت الملح مع المية ولغاية ما داب كويس والخل، وحطيتهم على اللفت هنا وقفلت عليه، وهركنه يومين 2 وهبص على الحدق بتاعه. ولو محتاج ملح هحط له، مش محتاج خلاص. اسبوع واحد وبناكل منه. وجربي مخلل اللفت على طريقتي، جميل جدا هيعجبك ان شاء الله. بألف هنا والشفا عليكم، واتمنى ان الفيديو يعجبك. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب من احلى واجمل متابعين في الدنيا زي ما انت شايفاه اهو. بصي لون المية، انا حبيت ارجع لك البرطمان اهو اوريكي لون المية دي من هريسة الشطة. احلى واجمل متابعين في الدنيا.